الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كيف نكسب عفو الله ونستأهل دخول جنة الله سبحانه وتعالى؟ هناك أمر سبب، وهو العفو عن الناس، ويسميه المعاصرون العفو العام. أن تصدر أنت عفوا عاما كل ليلة، كل يوم قبل النوم اصدر مرسوما بالعفو العام عن كل من أساء إليك، من شتمك، من سبك، من اغتابك. يعني صف هذا القلب، اغسل قلبك من الثارات، من الأحقاد، من الشحناء. كم يتحمل هذا القلب الصغير المضغة إذا جعلته مكانا يعني للحسد والحقد والغش والغلل والبغضاء والشحناء. بالله كيف يكون هذا القلب؟ أنت سوف تتعذب أنت قبل عذاب الآخرة، سوف أنت تكون المعذب، ليس المحسود وليس الذي تريد الانتقام منه. كما يقول أحد الغربيين، يقول إن الذي يحمل العداوات في قلبه إنما يوقد فرنا في صدره، هذا فرن يحرقك. فينبغي علينا أن نصدر عفوا عن الناس، على الله أن يعفو عنا. قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. حياتنا ما تتحمل أن نحمل عداوات للآخرين. إن حياة الكراهة للناس وللآخرين إنها حياة ضيقة، إنها سجن، إنها تعذيب للإنسان. فأريد منك إذا أردت السعادة، إذا أردت العفو من الله، إذا أردت الجنة، أن تعفو عمن ظلمك ومن أساء إليك ومن أخطأ، وأن تترحم على جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأن تنسى حقوقك عند الناس وتؤدي أنت حقوقك التي لهم عليك. فإذا فعلت ذلك سوف تشعر براحة الضمير والاطمئنان. يقول أحد الأدباء من العلماء: إذا أتيت إلى فراشك قبل النوم فاغسل قلبك 7 مرات بالغفران وعفره 8 بالرحمة، وقل: عفى الله عن جميع الناس، سامح الله من أخطأ في حقنا، غفر الله لمن أساء إلينا، رحم الله من اغتابنا، اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين. يعني تنازل عن الحقوق لتجد الأجر والثواب عند الله. والله يعامل الناس بمثل ما عامل عباده، من عفى عنهم ومن سامحهم عفى الله عنه وسامحه وقبله، ومن شدد عليهم وضيق عليهم شق الله عليه يوم القيامة وضيق عليه. حتى يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فينبغي أن تعلم أن الجزاء من جنس العمل، الذي تفعله هنا سوف تلقاه هناك. غفر الله لنا ولجميع المسلمين، عفى الله عنا وعن عباده، أدخلنا الله جنات النعيم وجمعنا بكم في جنته، وإلى لقاء، وجزاكم الله خيرا.